لا النت عندك اللي انا كده يعني، في حاجة عندك في النت ولا حاجة؟ لو انت مستني تحليل، لا التحليل ده عند حد تاني، التحليل ده عند دكتور تحاليل. هتحلل ايه في كوارث دفاعية عندك؟ تبقى متقدم في المباراة اكتر من مرة، اللعيبة بتاعتك تعمل غلطات كارثية، ونص الملعب بتاعك ما شاء الله يعني مفتوح بخط الدفاع، فأي كرة عندك بتروح بتبقى بجول. ده غير أصلا يعني ما شاء الله، غير إن كولر عك في المباراة، عندك الحكم الحمد لله قام بالواجب وبزيادة. كورة يعني واد دراعه كده كده، الواد تشريح يعني ليه أيمن أشرف، دراعه يبعد عن جسمه، تمام. أي حكم عاقل عنده ب2 جنيه عقل وعنده ب2 جنيه ضمير هيحسبها. انت بناء عن ايه اللي هو ما حسبتهاش حتى ولا رجعت للفار؟ بناء عن ايه؟ والكرة الناس اللي هي كانت بتقول لك في اول اوفسايد، الكرة ما فيهاش اوفسايد اصلا، لان المدافع الاخير بتاع البنك كان مغطي اصلا الحسين بكتير كمان. يعني انا معاك ان انا المباراة دي سيء وزي الزفت، بس ده مش معناه انك ايه يعني تضيع حقي تضيع فرصة اللي هي كنت في المباراة ديت. يعني كان ساعتها 3-2، الفرصة دي كانت ضربة جزاء، يعني كان محتمل تبقى 4-2، او حتى لو ضيعناها يا عم وخسرنا بعدها هبقى مرضي، بس اديني حق يعني. ما علينا، احنا عارفين حكام المرضى اللي عندنا دول ما شاء الله عليهم، حكام بيبقى لهم تصرفات غريبة كده. نيجي الكولر النهارده اللي بدأ بعمر كمال، بدأ بعمر كمال قلب دفاع. بناء على ايه؟ كنت لاعب محمد هاني حتى يعني هبقى متقبلها يعني، حتى محمد هاني لعب في مركز قلب الدفاع ده كتير. بس انت لعبت عمر كمال اللي هو فقدت انت حتة الجبهة اليمين ديت، في ظل ان اكرم اصلا مش بيقدم الادوار الهجومية، مش بيقدم ادوار هجومية. اكرم يعني في الدفاع هتلاقيه هيسد معاك وهيلعب حلو، بس برضه يعني اكرم برضه لسه الفورمة ما رجعش يعني بنسبة على الاقل 40%. مباراة غلطة استهتار اللعيبة وكولر، ولازم يراجع نفسه في حتة الدفاع دي، لان عندنا الدفاع ما شاء الله بقى اي كرة بجون. والناس عامة يعني اللي كانوا بيتكلموا على مصطفى شوبير، هو يعتبر غلط في كرة واحدة اللي هي صدها، وحصل لخبطة بينه هو ورامي ربيعة، اللي دخلت فينا كان اللي هو الهدف التالت ده. غير كده يعتبر يعني ولا جون يعتبر كان غلطته ولا الجون ده. الدفاع يعتبر أي كرة بتعدي وأي كرة أكنك بتلعب ورا مدافع واحد ولا مدافعين بس من أصل يعني 4-5 يعني. الأهلي بدأ المباراة ضغط، بدأ المباراة كويس، بدأ المباراة قدرت تجيب جون، المفروض تكمل بقى على النهج ده وتجيب التاني والتالت وتريح نفسك بدري. لا البنك بيتعادل سريعا بعد الجون بتاع الأهلي، بعد هدف موديست اللي جه من تسديدة إمام، ردت أبو جابر صدها رجعت كده قدام موديست قام مسجلها. قدروا يسجلوا بجون ساذج جدا يعني، قدروا يسجلوا هدف التعادل. وبعدين المباراة فضلت الأهلي بيحاول بيعمل هجمات وبيروح لحد كرة كده المدافع غلط في تقديرها رجعت كده، كان قصدي يرجع لأبو جبل، تيجي لرضا سليم اللي بيراوغ أبو جبل وبيركنها بطريقة كويسة جدا. وأنا كان نفسي من وجهة نظري إن رضا سليم يكمل المباراة الأخيرة، كان عامل مباراة كويسة جدا ولاعب سريع ومتحرك كويس وكده. المهم بعدين إيه، بعدين بيسجل الهدف التاني وبعدين بيقدر حسين اسيست كويس من قفشه يعني يديها له كده جاهزه يقوم جايب جون، وتبقى كده 3-2. الاهلي بعدها بقى كم محاولات وكم تضييع وكم فرص غريبه، ده غير الحكم. آه يا ولاد ضيعتوا صيام الواحد، ضيعتوا صيام الواحد، ده احنا ربنا ربنا يغفر لنا والله. آه يعني كانت مباراة انت كان في ايدك انك تخلصها من بدري، المباراة كان في ايدك، السرعونة واستهتار بلس الحكم والقرف التحكيم اللي حصل يعني. واقول لك عامة هو كده كده لسه بدري بدري جدا جدا كمان قوي يعني، بدري جدا خالص على الدوري، وانت بايدك اصلا تحسم الدوري. بس هي كان مباراة كانت تفرق معاك حتى
كانت تفرق معاك وتديك افضليه اكتر من كده بكتير. مباراة كان قدامك تحسمها وتريح نفسك من حسابات تانية ومن مباريات تانية وفقد نقط. ده غير الخسارة الأولى ليك. الواحد كان نفسه أصلا في دوري اللا هزيمة، بس يعني عادي تتعوض. وفي النهاية قبل ما أختم الحلقة، لو أنت جديد معانا اشترك ودعمنا باللايك. وآسف على الأسلوبين. السلام عليكم.